جيت وانا متصاب انا ما اعرفش. دي النتيجة بعد 3 شهور، بعد مجهود شاق مع دكتور إبراهيم. الحمد لله ده توفيق ربنا، وحابب إن أنا أشكر دكتور إبراهيم جدا. الراجل ده تعب معايا بصراحة، وقف معايا جنبي وقفة كبيرة أوي عمري ما أنساها. أنا بقول له يا دكتور إبراهيم، أنا في واحد اتنين تلاتة بعد ما بعت لي كل حاجة بيقول لي لا ما تمرنش واعمل الأشعة الرنين وشوف الأول إيه الحاجة اللي عندك. اكتشف إن أنا عندي غضروفين، فبلغته بكده وبعت له التقرير بكده. فالراجل طبعا بقى متابع معايا على طول، والراجل وقف معايا لحد ما قعدت تقريبا حوالي شهرين او 3 شهور. خلاص نسيت الجيم ونسيت كل حاجه فيه، بعد ما خلاص الدكتور بتاع العظام قال لي خلاص ارجع بقى مارس الرياضه، وبدات من اول وجديد، والحمد لله وصلت لنتائج كويسه جدا 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 جدا. فانا طبعا حابب ان انا اشكر الدكتور ابراهيم جدا 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 على النتائج الحمد لله يعني اللي ظهرت عندي دي. ده بتوفيق ربنا ثم الدكتور ابراهيم. حابب برضو ان انا اشكره يعني في اي حاجه انا كنت بقصده فيها تغيير جدول في نظام الاكل، في نظام التمارين. الراجل على طول مشكور بيرد عليا وبيستجيب ليا، وينفع الحاجات ينفع تتغير بتتغير ماشي، لا بيديني الصح، يقول لا هنعمل واحد اتنين تلاته. حابب ان انا اشكر الدكتور ابراهيم جدا. فيلا عشان تشترك ابعت لي واتساب في الرقم اللي على الشاشه، او ممكن تدخل الموقع تشترك من خلاله.